بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. بعد ماتش الزمالك وزد والتعادل ما بين نادي الزمالك وفريق زد، والاخطاء التحكيميه الفادحه اللي بتحصل في اخر مباريات لنادي الزمالك، 4 ضربات جزاء ما اتحسبوش لنادي الزمالك. ضربة جزاء قصاد النادي الاهلي وضربة جزاء قصاد زد، ولسه الفضايح التحكيميه والمهازل التحكيميه مستمره. ده اللي خلى نجوم كتير جدا من نادي الزمالك ينتقدوا التحكيم، على راسهم احمد حسام ميدو وبعض قدامى لاعبي نادي الزمالك. وبصراحه التحيز من الحكام للنادي الاهلي وللفريق الاحمر بقى واضح بصوره مش طبيعيه. اخطاء بالجمله، يجي 16 نقطه الاهلي واخدهم، ضربات جزاء ظلم وطرد ظلم. يعني شفنا اشرف بن شرقي داس على رجل اللعيب وما انطردش ولا حتى انذار. ولكن لعيبه الزمالك في ماتش زد الحكم زي ما يكون يعني بيجري عشان يدي لعيبه الزمالك انذار ويطرد ايمن عبد العزيز ويطرد لعيبه الزمالك. لكن هتروحوا من ربنا فين واحنا في شهر كريم اهو. يا رب بس حتى في شهر رمضان يبقى في عداله شويه في التحكيم، ونراعي ربنا شويه ونراعي ضميرنا. مباراة اليوم النهارده مباراة صعبة يعني نتكلم عليها لنادي الزمالك، لأن نادي الزمالك لو خسر مش بس هيبعد عن منافسة الدوري، كمان هيبعد عن المركز الثالث واحتمال ينزل مركز رابع. والفريق اللي يلعبه نادي الزمالك فريق مش سهل، فريق انبي من الفرق القوية اللي بتطلع لعيبة باستمرار، لعيبة ناشئين ولاعيبة شباب، وبتقدر ان هي تبيعهم لنادي الاهلي ونادي الزمالك. فالمباراة مش هتبقى سهلة على نادي الزمالك، وتحدي صعب لبيساريو اللي من ساعه ما جه لعب 3 مباريات اتعادل فيهم قصاد بتروجيت وقصاد الاهلي وقصاد فريق زد. هل بيساريو هيغير طريقه اللعب في المباراه القادمه قصاد انبي يوم الثلاث الساعه 9، ولا هيستمر على طريقته 3-4-3 او في بعض الاحيان 3-5-2؟ طبعا التشكيل المتوقع انه هيلعب بعواد وصلاح مصدق وحسام عبد المجيد والونش وعمر جابر، واليمه الثانيه هيلعب ببنتايك، وفي الوسط محمد شحاته وعبد الله السعيد ودونجا، وفي خط الهجوم زيزو وسيف الجزيري او ناصر منسي. كنت برشح طبعا ناصر منسي لان برضه لعيب هداف ولاعيب مقاتل على الكوره واداؤه افضل من الجزيري الفتره اللي فاتت. وجنبيه انا بتمنى ان هو يلعب احمد الجيفالي من اول المباراه بدل مصطفى شلبي، لان الجيفالي اول لما نزل باين ان هو لعيب كبير جدا جدا جدا، عنده مهارات وعنده امكانيات الاختراق وان هو يقدر يوصل للمرمى بسهوله ويصنع بسهوله. نتمنى ان شاء الله فوز نادي الزمالك على فريق انبي. تقولوا لنا رايكم في الكومنتات، مين اللي هيكسب المباراه، نادي انبي ولا نادي الزمالك ولا تعادل الفريقين؟ اشكركم والى اللقاء في المزيد من الفيديوهات على قناتكم يوميات زملكاوي.